طبعا انت منورني النهارده. انا جيت مخصوص عشان قالوا لي انت جاي النهارده فلازم اسجل معاك بعد النجاح اللي انت حققته. اتشرف ان انا اكون معاك. مسلسل جعفر العمدة، وطبعا كلكم يا جماعه عارفين كارم فتح الله، اخو شوقي فتح الله، اخو دلال، عيله فتح الله اللي كلكم كنتوا متغاظين منها في رمضان. طبعا عايزاك تقول لي الدور ده جالك ازاي؟ الدور ده جالي بترشيح من الاستاذ محمد سامي الحمد لله. كان دور كويس، قريته يعني مكتوب بشكل جميل جدا جدا. دور فيه تحورات كتير وتغيرات كتير، فكان ميزه كويسه قوي الواحد يشتغل، واشتغلنا عليه بشكل جميل. مكتوب الحمد لله البروجكت كله او المشروع كله او مسلسل جعفر العمدة كله شخصياته حلوه جدا. فمن الحلو ان انت تشتغلي في مسلسل كل شخصياته مكتوبه حلو، لان في النهايه العمل الناجح بيكون عمل جماعي. فكان معانا المسلسل كله 30 حلقه قبل التصوير، كان في فتره كويسه جدا ان احنا نقرا ونفهم كل شخصيه وابعادها، والحمد لله زي ما انت شفتيه كده كان جميل الحمد لله. طبعا تواجدك في الاماكن العامه والجمهور طبعا يعني خلاص يعني بيشوفك يقول لك يا كارم رد فعل الجمهور معاك ايه بعد الحمد لله والشكر لله. انت عارف الشعب المصري شعب بيعرف يستطعم الفن، وبيحب الفن وبيحب الادوار الحلوه وبيحب التمثيل وبيحب يعني مصر هي قبلة العالم العربي كله طول عمرها يعني. فالحمد لله ردود الافعال قويه جدا في كل مكان، الناس بتبقى موجوده بتسال. من ايام ما كنا في المسلسل في الحلقات بتاعت المسلسل كله كان بيسال ايه اللي هيحصل، ايه اللي هيجرى. كنا عايشين يوم بيوم على كل حساباتنا الشخصيه. الناس بتستفسر لما بتقابلك في اي مكان بتستفسر. وحتى بعد ما خلصنا الناس جعفر العمدة عايش في قلوبها بشكل كبير جدا 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 بكل تفاصيله وبكل شخصياته. فالحمد لله. كنت تتوقع النجاح دوت؟ كنا عندي ثقه في ربنا عز وجل طبعا اهم حاجه، وعندي ثقه في الثنائيه بتاعت المخرج الكبير محمد سامي والنجم محمد رمضان. دايما ثنائيه اثرت الفن العربي بمسلسلات جميله زي الاسطوره والبرنس. الاستاذ محمد سامي يمكن اغلب النجوم اللي اشتغلت معاه نورت. فالحمد لله كان عندي ثقه في ربنا وثقه في الاستاذ محمد سامي. احكي لي بقى يعني عيله فتح الله، العيله دي اثرت عليك بقى بعد كده في حياتك الشخصيه؟ لا طبعا. على بال ما خرجت من مود الدور ده يعني خدت لك وقت قد ايه؟ الممثل يقدر الحمد لله يتقمص الشخصيه في اللوكيشن. طبعا في الفتره بتاعت التصوير لما كانت في ايام متتاليه كتير مع بعض كنا بنخرج من اللوكيشن كانوا فتح الله وترجعي له كانوا فتح الله. لكن كتاثير عليا انا شخصيا لا، لان هو مليان شر مليان صفات كتير مع الحمد لله انها مش موجوده فيا على طول يعني. تتمنى ان يكون في جزء تاني من جعفر العمدة؟ والله ده امر يرجع للاستاذ محمد سامي وهو المخرج والمؤلف. هل هيعوز يعمل له جزء تاني؟ مش عارف، بس طبعا اتمنى اي عمل ناجح. لو عمل ناجح ومشروع ناجح اتمنى طبعا. كل الناس كانت مستنيه محمد رمضان ياخد حقه حق سيد اخوه من كارم ومن شوقي. تمام طبعا، لان الناس حبت قوي شخصيه سيد العمدة. النجم الكبير احمد فتيم عملها ودخل قلوب الناس بشكل كبير جدا، والناس توحدت مع شخصيه جعفر العمدة بشكل كبير، لان هو شخصيه تتحب، يعني هو شخصيه موجوده في الشارع المصري تتحب. فبالتالي كانوا زعلانين جدا من فكره ضرب سيد العمدة وخيانه جعفر العمدة، وان احنا يعني كارم وشوقي حطوا له مخدرات. فكان بالنسبه لهم سلوك صعب لنجمين او شخصيتين هم توحدوا معاهم بشكل كبير. فكانت الناس منتظره جدا جدا من كتر حبهم في شخصيه طيبه زي سيد العمدة. ده شخص طيب قوي محدش يتمنى انه يشوفه في اي حاجه. الحاجه الثانيه اهانه برضو اللي هم اهانوا ستات البيت، وده عندنا في المصريين خط احمر. يعني مهما كانت العداوه دايما تيجي عند الستات وتعملي ستوب. فكانوا طبعا يعني بيتمنوا الانتقام من او ان هم يشوفوا يعني رد كرامه سيد العمدة يعني هو اتقال ان النهايه اتغيرت وطلع كلام كتير. المسلسل زي ما قلت لك معانا من قبل شهرين من التصوير وما اتغيرش ولا كلمه. يعني المشاهد بينك كانت دايما بتبقى مع محمد رمضان او مع اخواتك في المسلسل منذر ريحانه، فصفصف بقى.
قمر ملكة قيمة وقامة كبيرة في الدراما المصرية والدراما العربية، وكان وجودها بيضيف على اللوكيشن جمال ومساعدة، وتحس إن هي نجمة كبيرة بتضيف لك كتير جدا جدا جدا، مع الدم الخفيف مع المصداقية في الشغل والتمثيل اللي فعلا فيه حرفية شديدة جدا جدا. فكانت إضافة كبيرة جدا جدا لينا كلنا وللمشاهدين الحمد لله. والدتك ما كانتش راضيه عن المسلسل لانك طالع بشكل شرير شويه؟ لا لا، هي كان اللوك بتاع انا كنت عامل شخصيه بعيده تماما عن كل البعد عن احمد عبد الله كشخص، يعني كانت بتبقى مستغربه، يعني مستغربه انت عامل كده ليه. الادوار السابقه اللي قبل جعفر عمده يعني تفكرني بيها كده. انا اشتغلت نسل الاغراب، لؤلؤ، الاخ الكبير، ضربة معلم، الونش، حواديت الشانزليزيه، اللي ملوش كبير، ضرب نار، حاجات كتير قوي. عملت 32 مسلسل. دكتور احمد بقى نتكلم عن الطب شويه. انا عارفه انت دكتور، يعني انت حبك للفن ده جه بعد ما اتخرجت من الجامعه طول عمري ولا وانت بتدرس؟ من وانا في عندي 10 سنين بحب التمثيل. طبعا كل الطب كلها صعبه يعني، والتولز او الادوات ان انت تشتغلي او ان انت تقدمي في حاجه زي كده اثناء الدراسه بتبقى صعبه جدا، بس كان في تجارب مع المسرح الجامعه والحاجات دي كلها لحد ما الواحد يعني 9 سنين بيسعى لحد ما الحمد لله ربنا يعني كلل المجهود ده بالنجاح. تخصصك ايه يا فندم؟ انا تجميل. طب هل بتمارس مهنه الطب مع طبعا الحمد لله بس طبعا التمثيل واخد جزء كبير من الوقت يعني. الفتره الجايه دي بقى شايفها ازاي وايه الجديد اللي ممكن؟ في حاجات كتير الحمد لله دلوقتي معروضه، شغالين بنقرا فيها، ويا رب تبقى في مشاريع ناجحه برضه. شغل مع محمد رمضان تاني؟ يا رب يا رب يا رب ان شاء الله. المخرج محمد سامي طبعا مش اول مره تشتغلوا مع بعض يعني. بالظبط. اشتغلتوا كتير قبل كده. ومخرج عظيم وكبير، مخرج بيجتهد، بيعلمك قد ايه تجتهدي في الشغل عشان توصلي للي انت عايزاه، ومن نعم ربنا الحمد لله ان الواحد بيشتغل مع مخرج كبير زي محمد سامي. كنت بتتابع مسلسلات رمضان؟ ما كانش في وقت كتير قوي للمتابعه، بس طبعا كان في اعمال كتير حلوه جدا، يعني من المسلسلات الحلوه جدا اللي عجبتني تحت الوصايه، النجمه منى زكي كانت يعني حاجه تتدرس بصراحه. فانا سعيده جدا باللقاء ده بجد. انا وكنت خايفه منك. لا احسن تضربني ولا حاجه. يعني حلو ان انت يعني توحدتي مع الشخصيه، ده نجاح جدا. فالحمد لله والشكر ان الشخصيه عجبتك، ويا رب تكون عجبتك. انا مش عايزه اقول لك ان انا كنت بكره عيله فتح الله دي. ما هو ده نجاح، ان انت توصلي لدرجه ان انت تكرهي الكاركتر، فده نجاح. لكن حبينا احنا على الحقيقه احنا. لا انت شخصيه لطيفه جدا، وانا اول ما شفتك جيت سلمت عليك. انا اتشرف. مع اني كنت انت واستاذ منذر ريحانه يعني ودلال، انا قلت لو شفتكم في اي مكان هتخانق معاكم، لكن الحمد لله ان انت ده اكيد كل الجمهور عايز يعمل كده برضه. بس انا الحمد لله الجمهور جميل وبيستطعم الفن وشاف ان العمل جميل ويحب كل النجوم بتاعته، والحمد لله والشكر. متشكره جدا على اللقاء ده، وانا سعيده ان انا كنت معاك النهارده. كل سنه وحضرتك طيب. لا صح.